محمد، بس في ناس انت عارف عندنا في مصر الناس بتسيب الحاجه الحلوه ودايما تبص على وانت بتسلم لا يعني. يا كابتن والله مبدئيا انا والله يا كابتن والله هي مبدئيا ما هي فرحت شدتك جامد انا عارف. لا مبدئيا انا والله ما فرحت بالجائزه عشان الناس تتبسط، بس انا والله ما ليه؟ فرحت بالجائزه ليه؟ عشان خاطر التعليقات واللي اتقال كتير. يا ابني يعني لا يا ابني ولا انا ما يهمك يا بدخلش ابني. كتير جدا والله، ما بدخلش على الفيس كتير، بس اول مره اعلق دماغي امبارح كده الناس خش في التعليقات. زعلت والله من ما فرحت الناس. بيها يا كابتن خالص الجائزه دي. ليه؟ عشان علقوا فان على ان شاء الله هي اللي يعني هيحصل، مسكتك وبوستها، فانت متضايق من كلام الناس. سابوا الجايزه انا وسابوا لو لشغلك. الناس يا كابتن، لو الناس لو ركزت يا كابتن هتلاقي ان انا اصلا انا بسلم بايدي، هي جت غصب عني لقيتها بتبوسني، فانا اصلا لو الناس ركزت كمان هتلاقيني بعمل بشعري. ايوه ايوه مش عايز المسها، بس يعني لو حضرتك جبتها هتلاقيني بعمل بشعري مش عايز المسها. بس الناس طبعا يعني سابوا الجايزه وسابوا شغلك يعني وسابوا لعيبه جهدك. مصريه عملت كده وسابوا ونسيوا بقى ان انا كنت مثلا في ماتش تشيلسي معظم العالم بيتفرج وسجلت، ما حدش بيركز في كده، كله محدش مركز بقى نسي. وازاي عمل بص يا كده ابني وازاي يعمل محمد، كده اسمع مني والله، محدش نسي يا ابني ولا حاجه. الناس المعقده والتعبانه نفسيا ممكن يبقوا هم بس متضايقين منا، يعني بيقولوا الكلام ده، لكن معظم الشعب المصري والشعب العربي فخور بيك بشكل كبير. ممكن دي حاجه ممكن مش عاداتنا وتقاليدنا، ولكن انت قاعد في عادات وتقاليد مختلفه شويه، وواضح ان انت ما كنتش عايز يعني تعمل هذا الموضوع، وهي اتحركت منها، وممكن ناس كتير تتحرج وانا ممكن اتحرج. غصب عني فعلا انا بسلم بايدي عادي، بس اي حاجه حصل يعني. لكن ما تحطش في دماغك يا محمد، مش ممكن انت تزعل وانت عامل الانجاز ده وانت احسن لاعب في سويسرا وتزعل. ما تزعلش يا ابني، ما فيش حاجه يعني. الناس دي شايلها ورا دماغك. معلش يا كابتن والله اللي كان مضايقني اكتر ان انا اروح مثلا اي مكان هنا الاقي الناس بتسقف لي ومبسوطه جدا وتبارك لي، وابص على الناس في مصر الاقي الناس قاعده تنتقد وازاي ويعمل ويخلي. انا والله ما حسيت بيها خالص من الناس اللي في مصر كده. والنبي يا محمد ما تبصش الناس اللي في مصر قوي، ركز انت في اللي انت فيه. انت ماشي زي الفل، وبص على الناس اللي بتكلمك كويس وبتديك الحاجه الايجابيه، لان انت لو بصيت تحت رجلك مش هتبقى انت زي ما انت دلوقتي، اللي انت ما شاء الله شغال، وان انت مختلف عن كل اللعيبه المصريه، يعني انت دايما باصص لقدام، ودي اهم حاجه عندك يا محمد. فما تبصش وراك وما تبصش لحد بيتكلم في حاجه مش في الكوره ومش في شغلك. ده شغلك بتعمله على احسن ما يكون، الحاجات التانيه دي كلها تتقضى يعني. ان شاء الله يا كابتن باذن الله.